الفيديو ده أنا باعمله لإن في وقت من الأوقات كنت بادوّر على حد يقول لي الكلام ده في التوقيت ده. لو حضرتك بتاخد أي أدوية اكتئاب أو مهدئات أو بتفكّر تاخدها، فبعد إذنك هتسمع الفيديو ده للآخر، وبعد كده حضرتك قرّر هتعمل إيه. أنا هنا هاكلمك كمستخدم، كمريضة، مش كدكتورة. هاقول لك الإيجابيات والسلبيات، وحضرتك تقدر بعد كده تقرّر هتعمل إيه. مبدئيًا كده أي دوا مهدئ أنت هتاخده ما بيعملش مفعوله في يومها، يعني أنت النهارده ابتديت الدوا الفلاني، فمش في نفس اليوم هتبقى تمام وفريش وجميل وكل حاجة، بالعكس خالص ده أنت ممكن كمان نوبة الاكتئاب اللي عندك تزيد، يعني لو كنت بتعيط ساعة هتعيط 6 عادي جدًا وطبيعي جدًا في الأول. النتيجة بتبدأ تظهر بعد حوالي 4، 5 أيام، في ناس بتقعد معاها كمان لأسبوع وأسبوعين على حسب بقى. أنا كنت أول مرة آخد في حياتي مهدئات، فالنتيجة ظهرت بعد حوالي 4 أو 5 أيام بنسبة، مش أوي، بنسبة. وفي ناس لأ بيظهر بعد أسبوعين أو كده. بيحصل نوبة اكتئاب في الأول شديدة، طيب بعد كده بيحصل إن حضرتك بتزوّد الجرعة. مثلًا أنا كلنا بنبتدي بجرعة 25، بعد حوالي 10 أيام أو أسبوع على حسب الفترة اللي الدكتور قايل لك عليها هتزوّد الجرعة ل50، أنت بتلاقي إن مفعول الدوا ما بقالهوش معنى. يعني أنت بتاخده بس بييجي لك اكتئاب، أنت بتاخده بس متعصب، أنت بتاخده بس حزين، أنت بتاخده بس متضايق. فهنا بيبقى وجب إن أنا أرفع الجرعة بتاعتي زي ما الدكتور بيكون قايل، ده مش مننا، يعني ما فيش حد في الدنيا هو اللي بيقرر هيعمل إيه في الجرعة، والحاجات دي الحاجات النفسية دي ما فيهاش هزار، إحنا بنلعب في كيميا المخ. ده فعلًا اللي حصل معايا، إن أنا بدأت أحس إنه لأ أنا مش كويسة، فزودت الجرعة. أول بقى ما خدته، أنا كنت عاملة إزاي؟ أنا كنت طايرة، أنا كنت في منتهى السعادة اللي في الدنيا. مش سعيدة، يعني مش مبسوطة، لأ أنا فِس خالص، ما فيش. أي حاجة تحصل حواليّا أنا باستقبلها بابتسامة بلهاء كده، وردود أفعالي غريبة، مش أنا دي، مش بتاعتي، ولكن مش سعيدة. لإن أنا الدكتور لمّا رُحت له قال لي: "أنتِ 15 يوم وهتبقي سعيدة." قُلت له: "ماشي." فضلت مستنية ال15 يوم، بقوا 7 شهور أهم، ولا أي حاجة، بالعكس خالص. أدوية الاكتئاب والمهدئات ما بتخلّيناش سُعدا إطلاقًا، ولا زعلانين، ولا مبسوطين، ولا كويسين، ولا مش كويسين، مش بتخلّينا حاجة، بتخلّينا حجارة، دي حقيقة. أحيانًا بابقى نِفسي أزعل أوي، يعني أنا بازعل، يعني أنا ابني داخل عملية أو كده باكتئب حتى وأنا باخد المهدئ، بس بابقى نِفسي أعيّط. عارفين لمّا تبقى نِفسك تتفلق من العياط؟ تقعد تعيّط، تعيّط لمّا تجيب آخر العياط؟ أنا ما بقيتش باعرف أعيط، دي مشكلة. علاقتك بكل بقى الناس اللي حواليك ما فيش مشاعر، يعني أنت مثلًا لو بتحب جوزِك أوي أو بتحب مراتك أوي مش هتلاقي نفس المشاعر دي عندك، مش كاره، مش حابب، مش عايز، ما تمام، يعني علاقتك بربنا هتلاقيها نفس الحاجة، إنه أحيانًا كمان ده بيزوّد عندنا إحساس الذنب، إن أنا مش حاسس ناحية الناس حاجة ومش حاسس حاجة ناحية ربنا ومش حاسس ومش حاسس، فده بيزوّد إحساس الذنب اللي جوانا، لأ هو المهدئ اللي بيعمل كده. نيجي بقى لزيادة الجرعة من 50 ل75. لما بتزود الجرعة نوبة الاكتئاب بترجع، يعني الفاصل بين الجرعة لما بتزيد الأسبوع دوت الاكتئاب بيرجع تاني كأنك ما بتاخدش أي أدوية. عشان كده في ناس كتير بتوقف الأدوية من الأول لما بتلاقي إن الاكتئاب بيزيد، أو لما تزود الجرعة وتلاقي الاكتئاب بيزيد بتوقف، يقولك وأنا بعمل إيه وأنا باخده عشان أتعب نفسي. أنا حصل بقى معايا حاجة، إن أنا زودت الجرعة ل 75 ل 100، وللأسف الشديد أنا تعبت جدا، كان عندي اكتئاب شديد، كنت مخنوقة جدًا، ما كنتش بانام خالص، باكل بشراهة، تخنت أوي، كل الحاجات بقى الوحشة بتاعة المهدئات بدأت تظهر عليَّ. فاتواصلت مع الدكتور قال لي نزلي ال50 تاني، انا بقى ايه عشان انا ناصحه فانا عايزه اخف بسرعه وعايزه ابقى مبسوطه وعايزه، رحت لا خليتها 75. قعدت على 75 دي برضو 3 4 شهور ما كنتش مرتاحه، ما كنتش كويسه، النوم بايظ، الاكل، التخن، كل الحاجات، وبعدين نزلت ال50. كان عندي اعتقاد ان انا كل ما ازود الجرعه كل ما يبقى احسن، لا في اجسام زي اجسام كده ما بيجيش معاها الجرعات العاليه، فدي حاجه برضو مش كل الناس هتقولها لك وتبقى فاكر ان المشكله عندك انت، لا مش عندك انت.
لما الدكتور كتب لي انا مهدئ والجوزي مهدئ، انه كان بعد موضوع ابني، احنا بقى فجأة ابننا دخل 4 5 عمليات، وكان هيحصل له، كان هي يعني قلبه وقف، وفي عين فقدناها وحاجات كده، فكان الموضوع صعب علينا جدا، كان عندنا اكتئاب وكان عندنا صدمة. انا ساعتها ما رضيتش اخلي جوزي ياخد اي مهدئات، مع ان انا كنت محتاجة، يعني انا كان ضروري ان انا كان اخده. يعني انا لو ما كنتش باخده ما كنتش قدرت اعدي الفترة اللي فاتت دي ولا اللي جاية. انا كنت محتاجاه، بالرغم من ان في حاجات، برغم ان انا حاسه ان انا بقيت شبه الحجاره، برغم ان انا بقيت مش عايزه اشتغل، برغم ان انا ما بقتش عايزه اروح اشوف حد، برغم ان انا ما بقتش عندي اي شغف لاي حاجه، بس انا كنت محتاجاه عشان اقدر اعدي الفتره دي. ليه اضرار، بس انا كنت محتاجاه. ساعتها ما رضيتش اديه لجوزي، قلت له لا بعد اذنك، انا محتاجه حد فينا يكون فايق. لو انا المهدئ هيهديني هيعمل لي حاجه، انا محتاجه حد يكون فايق يقدر يشيل البيت كله. احنا بندخل عمليات وبندخل حاجات، فلازم حد يكون فايق. ده كان احسن قرار انا عملته، ان هو ما خدش المهدئ ده. ده حقيقي. ولكن في ناس بتكون محتاجاه زيي، ونفسي اعرف ابطله. يعني انا جيت من اسبوع كده قلت انا هحاول ان انا ابطل واقلل الجرعه وبتاع، ولكن لان انا ابني داخل عمليتين تاني، فلا حاسه ان انا مش هقدر ان انا اعمل كده دلوقتي. ربنا يعين كل واحد بياخد مهدئ طبعا. حابب بس اقول لكم تجربتي معاها مع المهدئ، وحضرتك اللي تقدر تشوف انت محتاج لده ولا لا، تقدر تعدي المرحلة اللي انت فيها من غير ما تتحول لآلة او لدمية، من غير ما تبقى مش عارف لا تزعل ولا تفرح، من غير ما كبسولة تتحكم في حياتك، من غير ما لو نسيت الكبسولة تنام باليومين 3 والاكتئاب يزيد عليك، من غير لو لخبطت الجرعة حياتك كلها تتلخبط. أكيد أعمل كده. مش قادر، مش عارف، والدكتور كتب لك دواء للاكتئاب أو نفسي، اتكل على الله، اتكل على الله.